يعني فضى راسه من الدوري وفضى راسه كمان من دوري الأبطال، وبعدين قال له للشباب انزلوا بدعوا رباعية ضد غرناطة من الشباب. يعني فرانسيسكو على أردا جولر على إبراهيم دياز. إبراهيم دياز اللي عمل هيدا الموسم فعلا موسم أسطوري خرافي، أهداف بالجملة 4 أهداف من الشباب. نزلوا لعبوا بدون اي ضغط، نزلوا لعبوا بكل اريحيه، لانه هن عم يلعبوا بريال مدريد. كارلو انشيلوتي بيعرف انه هيدا النادي ما بيرحم حدا، واعلام هيدا النادي ما بيرحم حدا، لهيك ما في ينزلهم باي وقت قبل هيدا الوقت. الاعلام اللي طلع والناس اللي طلعوا فلقوا راسنا باردا جولر ونزلوا وما بعرف شو، لحتى انه يشوفوه على اساس ما بيسوى كان ينزلوا بالضغط الكبير اللي كان عم يعيشه ريال مدريد. كان هو مضغوط بالدوري ومضغوط بدوري الابطال، اي خطأ من هول اللاعبين بينطفي نجمهم وبيتدمروا. اما لما بينزلهم بهيدي الاجواء الصحيه، هيك كارلو انشيلوتي بيضمن انه النجوم فعلا بتتألق وبتتجوهر. وفعلا كارلو انشيلوتي صانع للنجوم. من وقت ما اجى على ريال مدريد الفريق كانوا اخذته جبت واحد غيره. بنزيما انفجر جاب كرة ذهبية، لوكا مودريتش اللي صار يعني خرافي، فينيسيوس جونيور، ابراهيم دياز، كل لاعبين ريال مدريد بدون استثناء، كامافينجا وبيلينغهام وروديجر. يعني انا بس سؤال بدي اسال، لو ما كارلو انشيلوتي هو اللي مستلم هيدا الفريق، انتم هيك بنظركم كان ممكن يطلع معه شيء مع اي مدرب تاني؟ اذا زيدان الاسطوري يلي حقق الثلاثيه ترك الفريق لما رونالدو طلع، لانه بيعرف انه هو ما راح يقدر يدير هيك فريق. بينما كارلو انشيلوتي ضل يجرب ويخترع لحتى عمل منظومه خارقه بالهجوم وبالدفاع وبالوسط. فعلا شابو كارلو انشيلوتي. هيك المواهب بتنجم، وهيك المواهب بتجوهر. فعلا شغل كبير ومباراة كبيرة للريال بكل أريحية، رباعية لحتى يختم اللي باقي جولات الدوري يعني بنتائج عريضة لحتى يرفع روحهم المعنوية كمان. عن جد شيء رهيب. بيبقى انتم تعطوني رأيكم وسلام.